وسط كل الدنيا دي وضغوطاتها أوقات بتلاقي إيمان الشخص قَل، مع إن الشخص بيبقى ماشي كويس، الصلاة بتقِل، ما بتبقاش بنفس الخشوع، كذلك الطاعات بقت تقيلة على الشخص ده، مع إنه كان من أول الناس اللي بيجري علشان خاطر يعمل الطاعات وينصح الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني زي ما تقول كده حلاوة البدايات ابتدت تنتهي حرفيًا زي ما إحنا ما بنقول. عندنا بقى في الدين بنقول على الحاجة دي انتكاسة على طول، دي بنقول عليها انتكاسة، إن أنت تكون في مستوى مع الالتزام مع ربنا عز وجل، وفجأة المستوى ده أو السهم بتاعك يبتدي إن هو ينزل ويقل على طول، يعني بكل بساطة حالة ضعف وفتور في الالتزام مع ربنا عز وجل في الالتزام الديني بتاعك عامةً، تمام؟ وملل بقى وتلاقي الحاجة فعلًا بقت تقيلة عليك، أنت قايم وأنت بتعملها تقضية واجب بعد ما كنت أنت فعلًا بتقوم وبكل نشاط وبكل حيوية، وأنا قايم فعلًا أتوضّى واستحضر إن أنا باتوضّى مش عارف إيه، أنت دلوقتي بقيت بتروح تقف على المصلية، يالّا أنا واقف على المصلية وخلاص، أنا هاعمل اللي عليَّ، هاقضّي الواجب اللي عليَّ وخلاص. خلّينا ندخل في الموضوع على طول، وخلّيني أقول لك إن من أكتر الأسباب اللي ممكن تخلّيك تُقع في الموضوع ده، إن أنت تتعلّق بالدنيا، تتعلّق بالدنيا وتنسى الآخرة، بمعنى تتعلّق وتُقع في الشهوات بتاع الدنيا، وكذلك تدّي الدنيا أكبر من حقّها قصاد الآخرة. ربنا عز وجل بيقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني الآخرة دي اللي هي يوم القيامة بقى بعد ما كلنا نتحاسب، دي اللي خير فعلًا ودي اللي هتبقى، دي الحياة الأبدية، فأنت ليه ما بتعملهاش من دلوقتي، تمام؟ تاني سبب وده أنا شايفه مهم جدًا، 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 صحابك، صحابك اللي هم بقى مش تمام، معلش أنت مش هتبقى شخص ملتزم ورايح تقعد لي مع شخص بيقعد على الناصية، ورايح تقعد لي مع شخص بيقعد يطعن في عرض المسلمات وأمهات المسلمات ومش عارف وإيه، وتروح تقعد معاه وعايز تفضل ثابت مع ربنا عز وجل، لأ. وكذلك عايز أقول لك إن الشيطان في الفترة دي بيلاقي لك مدخل اللي هو أنت أصحابك دول فاسدين، طب أنت لو دنيتك معاهم أنا هنا هاعرف أدخل لك وهاعرف أوسوس لك وهاعرف أقول لك يا ابني كذا، يا ابني كذا، يا ابني كذا، ده الدنيا وكده، كده ربنا غفور رحيم وهيدّي لك، عارف أنت السرنجة بتاعة ربنا غفور رحيم معظم الناس ماشية عليها، حرفيًا مخدر. ربنا غفور رحيم، يبقى خلاص أنا أعمل اللي أنا عايزه وكده، كده ربنا هيغفر لي يوم القيامة. طيب السبب التالت لمّا بتعمل ذنب وما بتندمش وما بترجعش تتوب لربنا عز وجل بعد الذنب ده على طول، يتراكم عليك ذنب في التاني في التالت، فجأة تلاقي ربنا عز وجل طبع على قلبك وبعدك عنه خالص. كذلك برضه تلاقي أيام، يعني خلّيني أدّي لك مثال أيام الصحابة كانوا بيعدّوا الذنب الصغير ده أو صغائر الذنوب على إن هي كبيرة من الكبائر علشان خاطر يخوّفوا نَفْسهم وما يعملوهاش تاني. يعني متخيّل الكذبة الصغيرة اللي أنت بتكدبها ده أهي، على أيام الصحابة كانوا بيعتبروها كبيرة من الكبائر. فالموضوع فعلًا يعني أنت لازم تقلق ولازم تخاف ولازم ترجع تتوب لربنا عز وجل بعد كل ذنب صغير أنت بتعمله. خلّي بالك الإصرار على الصغائر يعظّمها ويكبّرها، يعني لو أنت فضلت مُصِر على صغائر الذنوب بتاعتك بالنسبة لك هتبقى كبيرة بعد فترة. رابع حاجة الابتلاءات لمّا ربنا عز وجل يبتليك علشان خاطر يختبر مدى إيمانك مع ربنا عز وجل، هيشوف فعلًا أنت فعلًا صادق والّا مجرّد مع أول ابتلاء يالّا واتّكل على الله والدنيا طارت معاك. لمّا أنت ربنا بيبتليك ليه دايمًا بتقعد تقول أُف وياه ومش عارف وإيه، طب أنا يا رب ما أنا ملتزم، ما أنا يا رب مش عارف إيه، ليه كده أو اشمعنى أنا؟ ربنا عز وجل ما بيبقاش مستني منّك رَد الفعل ده، بيبقى مستني منّك إن أنت تقول الحمد لله، علشان خاطر يعرف فعلًا إن أنت إيمانك صادق، وإن أنت فعلًا هتستحمل أي ابتلاء هييجي لك تاني. لازم تكون عارف إن الابتلاءات دي ربنا عز وجل بيكفّر لك بيها عن سيئاتك حرفيًا، هو مش بيدّيها لك كده وخلاص، يعني أنت أكيد هيبقى ليك مقابل يوم القيامة إن شاء الله، تمام؟ كذلك الرسول قال: "أشد الناس بلاءً الرسل ثم الأمثل ثم الأمثل." يعني الرسل بعد كده الأقل ثم الأقل، تمام؟ طيب ربنا عز وجل بيقول إيه: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين." يعني كده، كده ربنا عز وجل لازم هيبتليك في الخوف، هيبتليك في الجوع، هيبتليك بنقص الأموال، هيبتليك في نَفْسك هتفضل متضايق، مخنوق، مش عارف إيه، هيبتليك في زرعك، وبشر الصابرين. يعني ربنا بيبشّرك لو أنت صبرت على الابتلاءات دي كلّها ربنا بيبشّرك، تمام؟ طيب أتعافى إزاي بقى من الانتكاسة دي؟ يعني الانتكاسة أنا جات لي،
عايز أتعافى منها، أول حاجة لازم أعملها التوبة والاستغفار، إن أنا أتوب لربنا عز وجل واستغفر ربنا، تمام؟ تاني حاجة الاستعانة بالله والدعاء يا جماعة، والله العظيم الدعاء ده أنا لو فضلت أقول لكم قد إيه هو مهم، لازم إن إحنا ندعي كتير، ندعي كتير، ده لدرجة إن أول فصل من كتاب الداء والدواء اللي ورايا ده الدعاء، الدعاء، ليه؟ لأنه هو سلاح المؤمن، أنت مش هتعرف تعمل أي حاجة إلا بالدعاء. الحاجة اللي أنت صعب إن أنت توصل لها لازم تدعي علشان خاطر تيجي لك. طيب الدعاء ده عامل شبه المفتاح كده، اللي هو الحاجة اللي أنت عايزها بتبقى ورا باب، تمام؟ بتبقى عاملة شبه أكنها ورا باب وأنت معاك المفتاح، الدعاء ده مفتاح، أنت بتفتح علشان خاطر توصل للحاجة اللي أنت عايزها، تمام؟ طيب تالت حاجة الصحبة الصالحة، هتلاقيهم فين؟ هتلاقيهم في المساجد موجودين، انزل المسجد صلي هتلاقي الصحبة الصالحة تحت. كذلك برضو اجتهد في العبادة لله عز وجل وفي وقتها، وبالأخص الصلاة وقراءة القرآن، وإن أنت تحافظ على الورد اليومي. مسافة ما الورد اليومي بتاعك يسقط صدقني والله أنت هتبدأ في الانتكاسة. حافظ على الورد اليومي. آه الأخيرة أي فتنة أو أي شبهة حرفيا أنا عايزك تبعد عنها، سيبها على طول واجري، لأن ملهاش لازمة صدقني والله. الشبهات ده هي اللي بتعمل طريق للشيطان علشان خاطر يقدر يوصل لك فيه ليه بعد كده، تمام؟ لو أنت مشيت على الموضوع ده صدقني والله هتقدر إن أنت تطلع من أي انتكاسة إن شاء الله. في الأخير ما تنساش إن أنت تعمل لايك شير سبسكرايب، فالدل على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.